هقول لكم الهير كير روتين بتاعي بالتفصيل، ولو انتوا حسيتوه كتير فانا مش عارفه، هو ده اللي انا بعمله. اول حاجه بعملها ان انا بحط زيت على فروه راسي، بحط رو افريكان، بحط 3 دروبس او 3 نقط كده على كل سكشن في شعري، وببتدي بدلكه لمده من دقيقتين ل3 دقايق، مش اكتر من كده عشان انا ما بقدرش. وبعدين بجيب الزيت بتاع براس، هكتب لكم الاسم بتاعه في الكابشن، وبحطه على الحمام الكريم بتاعهم، وبعمل ماكستشر لذيذ كده. والاول بحط ميه على شعري عشان يبقى مندي، وبحط الماكستشر ده، وبحط كاب كده على شعري علشان بس تحسوا ان الحرارة اللي بتطلع من شعركم بتخلي الزيت افكتيف اكتر، حاجة كده يعني، هما دايما بيقولوا كده عامة. وبعد كده بقى في الشاور نفسه بستخدم الشامبو والكونديشنر بتوع شي. تقدروا تبدلوا الشامبو بتاع شي باي حاجة تانية، بس انا بالنسبة لي الكونديشنر هو حلو قوي ويعني ماشي قوي مع شعري. بعدين بحط السيرم بتاع شي، تحسوا ان انا بعمل لهم اعلان، بس ده يا ريت ده مش اعلان. وبعد كده بحط الليف ان، او مش عارفه اسمه نايت كريم حاجه زي كده من لوريال، هكتب لكم برضو اسمه في الديسكريبشن. وبحطه وبسيب بقى شعري ينشف على كده لحد ما يبقى تقريبا 70% ناشف. بعدين بحط الهيت بروتكشن او اسمه ايرون جارد برضو من شي، بتاكد ان انا بحطه على كل شعري بالذات الاطراف، وبعمل شعري بالفوليومايزر. واي حد بحس ان الفوليومايزر ما بتدوش افكت كويس، بحس ان هو بيستخدمهاش صح. بعد كده بستخدم السيرم ده، اكتب لكم برضو اسمه في الكابشن. وبس كده، هو ده الهير روتين بتاعي.